احنا عايشين في عصر مليان بالمعلومات، وكل يوم بتفتح عينك على سيل من الاخبار اللي بتوصل لك من كل حته، لكن وسط الزحمه دي ازاي تميز ما بين الحقيقه والوهم؟ الموضوع بقى اصعب من زمان، لان المعلومات دلوقتي بتكون يا اما مضلله او ناقصه، وكتير منها بيتقدم بطريقه يخليك تصدق انها صح. هنا بيجي دور التفكير النقدي كاول خطوه مهمه. التفكير النقدي مش انك تشك في كل حاجه، لكن هو انك تحلل وتفكر بعمق قبل ما تصدق اي معلومه. لما تشوف مثلا بوست او خبر على السوشيال ميديا لازم تسال نفسك هل هو موثوق فعلا. التفكير النقدي هو اقوى سلاح ممكن تستخدمه عشان تفرق ما بين الحقيقه والوهم. في السياق ده مهم جدا ان انت تتحقق من صحه المعلومات وتراجع مصادرها. مع انتشار المعلومات في كل مكان بقى من الضروري تسال نفسك مين اللي قال كده، وهل المصدر ده معروف وموثوق ولا لا، لان المعلومات ممكن تكون مضلله او ناقصه، وعشان كده لازم تدور على مصادر معروفه وموثوقه في نقل الاخبار. لكن مش كل حاجه بتتعلق بالمصادر. عقلنا نفسه عنده تحيزات شخصيه بتاثر على تفسير المعلومات، بنميل ونصدق اللي متفق مع وجهه نظرنا حتى لو كانت غلط. عشان كده لازم نكون واعيين لتحيزاتنا ونتجنب الوقوع في فخ التصديق بس لمجرد ان المعلومات بتتماشى مع رغباتنا. تخيل معايا انك قرات مقال بيقول ان التربيه باسلوب قاسي بيطلع جيل اقوى واكتر نجاح. المقال ده جايب امثله لشخصيات ناجحه اتربوا بطريقه قاسيه، وبيحاول يقنعك ان دي الطريقه الصح. طبيعي انك تصدق المعلومه دي، خصوصا لو انت مؤيد لفكره ان الشده بتعلم. لكن لو دققت شويه هتسال نفسك فين الدراسات اللي بتدعم الكلام ده؟ هل في ادله علميه وموثوقه بتأيد الكلام ده؟ لو ما لقيتش مصادر موثوقه يبقى غالبا ده مجرد وهم مبني على امثله فرديه. مش شرط ابدا تكون دي القاعده. في النهايه الحقيقه والوهم في عالمنا دلوقتي بقى زي الخطوط المتشابكه، لكن لو عندك وعي وتفكير نقدي تقدر بسهوله تفصلهم عن بعض. خليك دايما على حذر وتسال الاسئله الصح، ودور على الحقيقه حتى لو ما كانتش الحقيقه هي الحاجه اللي انت عايز تسمعها. في عالم مليان بالمعلومات مش كل حاجه بتلمع تبقى ذهب، واحيانا كتير اللي بنشوفه قدامنا مش هو الحقيقه. فاستخدم عقلك وميز الصح والغلط عشان تقدر تعيش في عالم مليان بالحقائق مش بالاوهام.